تعرضت الفنانة التونسية منال عبد القوي لأزمة صحية عقب وفاة الفنان القدير فتحي الهداوي. وأفادت منال عبد القوي بأن الضغط النفسي الذي عانت منه أثر فراقها لصديقها فتحي الهداوي تسبب لها في ظهور طفح جلدي على وجهها. كما وصفت منال عبد القوي هذه الأيام التي تلت رحيل الهداوي بأنها كانت من أصعب الفترات التي مرت بها، وتجدر الإشارة إلى أن وفاة فتحي الهداوي أثرت بشكل كبير على الوسط الفني، حيث ترك رحيله حزنا عميقا في قلوب جميع أصدقائه وزملائه ومحبيه، ومن بينهم الفنانة منال عبد القوي. وللتذكير فإن الفنانة منال عبد القوي عبرت بتأثر كبير عن حزنها العميق لوفاة صديقها الفنان فتحي الهداوي، مشيرة إلى أنها تعزي نفسها وعائلته وكل تونس والعالم العربي في هذا المصاب الجلل. كما أكدت في تلك الفترة أنها غير قادرة على التعبير بالكلمات بسبب شدة الصدمة التي كانت تعاني منها. كما أوضحت كذلك أنها لن تتمكن من حضور جنازة الراحل، معللة ذلك بظروفها الصحية، حيث ذكرت أن طبيبها منعها من التعرض للحزن والتوتر بسبب مشاكل صحية كانت عانت منها منذ سنة 2018. وأضافت أنها اختارت عدم الحضور احتراما لنصيحة طبيبها، موجهة اعتذارها لأي شخص قد يسيء تفسير غيابها، ومؤكدة أن الأمر خارج عن إرادتها،